طبعا اكيد برضو التواشيح الدينيه والنقشبندي، ايه سر حبك فيهم؟ يعني ممكن قوي مثلا انك تتجهي لاغاني دينيه، ممكن يعني حاجات كتير، اغاني وطنيه، لكن النقشبندي يا كريستينا يعني النقشبندي صوت يعني حير الموسيقيين كلهم وخبراء الموسيقى كلهم. صوت قوي، عايزه اقول يعني ليه تاثير في قلب اللي بيسمعه ايا كان دينه. يعني صوت بيقربنا لربنا، يعني هو حقيقي طبعا. حتى الاسم يعني مكون من مقطعين، معنى اسمه نقش محبه الله في القلب. الله. فمعنى اسم هو ده اللي بيحصل لنا. انا ما اعرف، انا عمري ما عرفت المعنى ده. لو احنا قسمنا الاسم هنلاقي نقش بندي. فالاسم ده لما بحثت كمان، يعني انا برضو من كتر لا ده انت مش غنيتي بس ولا انشدتي بس، من كتر ما انت صوته خلاني كمان. يعني لا، هو صوته بيسيب تاثير في قلب كل اللي بيسمعه. الله. فحاجه جميله بتخلي حتى روحانيات تعلى، يعني بتحسي ان انت في عالم تاني، عالم اخر. لا انا مش هسيبك بقى، هسمع حاجه. ايه رايك يا كيرو؟ طبعا. ايه رايك في الكلام الاول اللي قالته كريستينا؟ الكلام مضمون 100%. احنا زمان ما كناش بنعرف مسيحي من مسلم. طبعا. كانت البيوت كلها مفتوحه على بعضيها. صحيح، وما زالت على فكره مفتوحه على بعضيها، يعني مش عارفه مين اشاع عكس كده. ايام والدي الله يرحمه احنا من بلد قنا. فصدقيني كلنا كنا بيوتنا مفتوحه على بعض، ما حدش يعرف مسيحي ولا مسلم غير لما يعرف اسمه. بالظبط.